فاعلم أن الحدث واحد واضح والعرس واحد، إنه دربي العاصمة بين المولودية والاتحاد، الجيران الشقيقان اللذان لطالما قدما لنا أطباقا شهية بتوابل المتعة والإثارة والندية والأهداف. الدربي رقم 114 في جميع المسابقات، والرابع والتسعين على مستوى البطولة، 42 انتصار للمولودية و30 للاتحاد. أما على مستوى البطولة 29 للمولودية و26 بالنسبة للاتحاد. الحكاية بدأت في الرابع سنة 2004-2003 في تتويج مدون للاتحاد. عام الثنائية عاد من جديد لاتحاد الجزائر بمعطيات أخرى، بطموح أكبر. ربما اختلطت الأمور في آخر المباريات بالنسبة لعناصر اتحاد الجزائر وأيضا جمهوره الذي يعيش ربما أزمة نتائج يبحث الخروج منها بسرعة. وهذا فوزي البنزرتي في الضفة المقابلة يكتشف الدربي للمرة الأولى في الجزائر ويطمح لكي يذهب بعيدا رفقة المولودية. هذا الموسم ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل بوكواسا. هذا الموسم رفقة لوسما، كرة طويلة أمامية بحثا عن مرزوق الذي ينطلق وسط دفاع الاتحاد. التفوق يأتي من بلعيد بشكل رائع. هذا بلعيد أيضا ستكون الأعين مصوبة عليه، واحد من المدافعين الذين يقدمون أداء محترما وجد لنفسه من خلاله مكانا رفقة المنتخب الوطني بقيادة الكوتش ماجد بوقرة. مباراة الدربي انتصر اليوم وبعدها إن خسرت في إحدى المباريات فلا بأس. الكرة طويلة أمامية، تغطية موجودة، تلعب بالعقب، محاولة الخروج من كرة، تدخل موجود. حكم المباراة يعلن عن بداية أو يعلن عن وجود مخالفة لمصلحة أكرم جانيت اللاعب السابق. وهذا ليس أكرم جانيت بل أيت الحاج، واحد من المواهب المميزة جدا، اللاعب اللي حكى عليه منذ أيام قليلة فقط ماجد بوقرة، بواقع 4 أهداف لكل فريق. مباراة انتهت 4-4. على الأيام الجميلة والرائعة، على المتعة اللي كانت من لاعبين سابقين. انقصت الرتم كثيرا. ماذا قال حكم المباراة هنا لمرزوق؟ يعطي مخالفة فعلا حكم المباراة بوكواسا بإشارة طبعا من المساعد في الكرة الماضية، يعلن عن وجود المخالفة لفائدة مولودية الجزائر. يتفاعل جمهور المولودية في هذه اللحظات. ذبيح يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، والصراع موجود طبعا داخل منطقة الجزاء، هذا معروف، لكن حكم المباراة يقول لا أريد الاحتكاكات داخل منطقة الجزاء. في التنفيذ إذن شعيب ذبيح يستعد للتنفيذ بقوة داخل منطقة الجزاء. ماذا قال حكم المباراة؟ لم يعلن عن وجود شيء. عناصر مولودية الجزائر طالبت بوجود ركلة جزاء في المحاولة الماضية، لكن حكم المباراة بوكواسا كان قريبا وأعلن عن استمرار اللعب. ها هي المحاولة الماضية والكرة الماضية التي طالب من خلالها شعيب ذبيح بركلة جزاء، لكن بوكواسا كان له رأي آخر طبعا، واللاعب كان مستدير على فكرة من خلال الكرة الماضية. لعبت ركنية قصيرة داخل منطقة الجزاء إلى ركلة مرمى. قال حكم المباراة فعلا لمصلحة اتحاد الجزائر. الجزائر الباحثة عن الوصول إلى الشباك، يستعد لتنفيذ ذبيح داخل منطقة الجزاء، سهلا للحارس بمبوط قبل الجميع يلتقط هذه الكرة الصعبة لعناصر فريق مولودية الجزائر. ضيعة من كلا الفريقين، والانطلاقة تأتي هنا من جانب عناصر اتحاد الجزائر. الخطير مزيان يتوغل داخل منطقة الجزاء، التحضير لمحيوس، ولكن اللاعب الذي انزلق من جانب اتحاد الجزائر في اللقطة الماضية أعتقد أنه ميريلي، ليس وقت السقوط. فعلا أكرم جانيت هو من سقط في اللقطة الماضية في وقت صعب جدا. إن شاء الله نتمنى له السلامة يا رب ويقوم معافى في الكرة الماضية. إبعاد الكرة إلى رمية التماس، فرصة كانت صعبة جدا وانطلاقة كانت من الخطير جدا. عبد الرحمن مزيان بعمل جميل لرفقة اللاعب هيثم لوصيف. فعلا ها هي الانطلاقة ثم التوزيع بالقدم اليسرى، وانزلق هنا اللاعب أكرم جانيت. إن شاء الله سلامات يا أكرم.
لاعب سابق لوفاق سطيف هنالك تألق وهنالك صنع لنفسه اسما رفقة لونطونت النسر الأسود وفاق سطيف. وحكم المباراة يطمئن طبعا على صحة اللاعب. عادت لأكرم جاريد من جديد. أكرم محاولة التمرير إلى مزيان يخرج من الرقابة. مزيان وتسديدة فرصة وإمكانية تسلل فعلا. واضح التسلل يستعد للتنفيذ. يستعد أكرم جاريد داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع بشكل رائع يخرج مرة أخرى من جانب مولودية الجزائر. هنا تسلل فعلا موجود. حكم المباراة لم يعلن عن تسلل داخل منطقة الجزاء ولكن القراءة الدفاعية تأتي مرة أخرى. هيئة الحاج والتوزيع فرصة لاتحاد الجزائر ولكنها مرت مرة أخرى. يحوم الخطر من جانب الاتحاد داخل منطقة الجزاء. مرور سليم توغل ولكن إلى ركلة ماضية. أسبقية وأفضلية لعناصر مولودية الجزائر. الانطلاق الآن من هيئة الحاج مر بشكل رائع. لارولات والتوزيع فرصة خطيرة. ماذا قال الحكم؟ لمسة يد لمسة يد لمسة يد. يا مزيان يا مزيان يا مزيان. بوكواسا كان قريبا والاتحاد كان قريبا من افتتاح مجال التسجيل. لمسة يد فعلا 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 يا مزيان. لمسة يد كانت موجودة. يتحدث إلى نفسه مزيان يقول لماذا لم تلمسي أيتها الكرة رأسي أو كتفي عوض أن تلمسي يدي وأقدامي. فعلا فرصة كانت صعبة جدا لعناصر اتحاد نائي بوزكري وكذلك شعيب ذبيح من سينفذ هذه المخالفة الصعبة جدا لعناصر مولودية الجزائر. مع اقتراب الدقيقة 54 بوكوا سيعطي الإشارة. الأقرب هو حليمية يتركها لبوزكري التسديدة ولكن الدفاع يتدخل. خطيرة فرصة وإمكانية. ماذا ضيع فريق مولودية الجزائر في الكرة الماضية؟ يا مولودية كانت فرصة كبيرة جدا وإمكانية لافتتاح بوابة التسجيل لكن بمبوط قال لا. تمريرة ذكية حليمية وزع وبوزكري كان قريبا لولا بمبوط من تسجيل أول أهداف في هذا الديربي لكن الحارس أسامة بمبوط قال له ألف لا في فرصة وإمكانية الأخطر للمولودية منذ بداية هذه المباراة. لعناصر مولودية الجزائر انطلاقة سريعة الآن وصلت إلى مرزوقي. هذه قد تكون خطيرة. مرزوقي مرزوقي توغل. مرزوقي تسديدة. يا مرزوقي مرت على مرزوقي فرصة ركلة ركنية إذا لفائدة مولودية الجزائر مع حلول الدقيقة 67. العديد من الركنيات والعديد من المخالفات لم تشكل الخطورة. الرأسية خطيرة. في وقت كنت أتحدث عن كثير الكرات التي لم تشكل خطورة المولودية ترد برأسية قوية مفتتحة بوابة التسجيل. إنه بن عبدي هو من ارتقى وهو من سجل ويهدي هذا الهدف لروحك الطيبة يا بلال. لم ننساك يا بلال. كنت لاعبا للاتحاد أو كنت لاعبا للمولودية أو لمختلف الأندية ستظل في القلب. لم ننساك يا بن حمودة. هدف رائع من قبل بن عبدي. آخر من سجل هو بن حمودة ومن يسجل اليوم هو بن عبدي من يشعل فتيل المباراة ويلهب المدرجات ب5 جويليا الأولمبي. لم نستمتع كثيرا لكن على الأقل أعطونا أهداف رأسية خلفية لفرقة المولودية في شباك الاتحاد تعلن عن بداية المباراة. نعم ستكون بداية المباراة بعد هذا الهدف. أي ردة فعل لعناصر الاتحاد وكيف سيتصرف المولودية. هنا ستحضر المتعة لأن الخوف سيزول وسنشاهد مباراة أخرى تأخذ منعطف آخر. رائعة الصورة. برافو عليك برافو عليك فعلا. لم ننساك يا بلال وستبقى في قلوبنا. رحمك الله برحمته الواسعة وأسكنك ما فيها شيء. والانطلاق من شعيب عادت من جديد لمحيوس. من محيوس إلى وصيف بشكل رائع. انطلق وصيف فرصة للاتحاد العرضية داخل منطقة الجزاء خرجت. ماذا قال حكم المباراة؟ لم يعلن عن وجود شيء فعلا خرجت.
ركنية لمصلحة لوسما، لمصلحة اتحاد الجزائر. التنقات كلها على الجهة اليسرى، أين يوجد لوصيف وكذلك عبد الرحمن مسيان، هذا من جانب عناصر اتحاد الجزائر. ركنية إذا جديدة، جماهير الاتحاد تهتف الآن، تطالب من فريقها بالعودة إلى أجواء المباراة. جماهير المولودية تشجع في الضفة المقابلة للمحافظة على النتيجة. أكرم جانية والتوزيع على مستوى القائمة الثاني، فرصة بعيدة رأسية.